السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم في فيديو جديد إن شاء الله، وحنتكلم الآن مع الشهادات السودانية. معنا ضيفنا اليوم الأخ المهندس صالح. تشرفنا صراحة يا صالح و... كلمنا عنك، يعني نبغى نعرف عنك مين صالح. أول حاجة شكرا لك على استضافتي. وأنا ممكن تتكلم من البداية كمهندس، عاوز أتكلم كمهندس ولا كإنسان؟ صالح المهندس، صالح الإنسان. أول حاجة نبدأ كمهندس. أول حاجة أنا درست في جامعة السودان، في السودان أصلا درست سنة واحدة وكانت هندسة ميكانيكية. في تجربتي في الجامعة السودانية حسيت في كذا مشكلة، في حاجات كثيرة ناقصة، فده خلاني أحاول أشوف مكان جديد أقدر أدرس فيه وأحاول أطلع فيه اللي عندي. فهنا أنا اكتشفت إنه الجامعات المصرية، وقدمت على جامعة القاهرة. في جامعة القاهرة اكتشفت كذا مجال أنا ما كنت عارف عنهم حاجة، واللي هم أهم واحد فيهم هو هندسة الكيميائية. فمن هنا حبيت الهندسة الكيميائية، وخاصة لو عاوزني أذكر اسماء يعني كان دكتور هانم في أول محاضرة لها، فحبيت الموضوع جدا. فعلا صراحة دكتورة هانم من الدكاترة الطيبة والجميلة في القسم هذا صراحة. طيب يا صالح، انت قلت درست في السودان في جامعه في هندسه ميكانيكيه، وبعدين حولت لهندسه كيمياء في جامعه القاهره. أيوة. طب نحن بنعرف من البدايه اللي قبل، كيف كان النظام معك، وكيف كانت يعني كيف كانت الشهاده السودانيه معك؟ هل حسيت ان الشهاده السودانيه فرقت معك لما كنت في السودان ولما جيت مصر؟ يعني كمعلومات و... وحاصل علمي، ولا في فرق؟ لا، للأسف للأسف في الشهادة السودانية احنا بندرس منهج أعتقد إنه أخوي الكبير درسه. أخوي الكبير مواليد 1998. لا ما كده، أنا تقريبا خالتي مواليد 1970 ودرست نفس المنهج اللي أنا درسته حاليا. فأنت بتتكلم عن منهج موجود يعني من التسعينات، فمنهج قديم وفي كثير من الحياة ناقصة. فلما تجي لدولة هنا زي مصر أو أي دولة تانية، فبتلاحظ انه في حاجات كثيره ناقصه، في معلومات كثيره ناقصه. فبعد ذاك هي حاجه عندها ميزه وحاجه عندها عيب. الميزه انها بتعلمك كيف تدرس مع نفسك، كيف تتعلم مع نفسك، كيف تفتح الكتاب وانت ما فاهم اي حاجه وتحاول تدخل المعلومه جوا راسك، ودي حاجه هتستفيد منها في الشغل. والعيب انت هتكون بتحتاج تبذل مجهود اكبر من اي مجهود الطلبه الثانيين. فتقريبا اكثر حاجه بتضحك انا حصلت لي في محاضره بتاعه التفاضل مع دكتور فياض. بدأ يراجع في المواد، ففي المحاضرة الأولى قال دي خدتوها ودي خدتوها ودي خدتوها ولما خلص المحاضرة لقيته كمل المنهج بتاعي اللي أنا تعلمته وضاف عليه حاجات. المنهج اللي أنا تعلمته من ثالثة ثانوي أو من أولى ثانوي لحد أولى جامعة في جامعة السودان، ولسه هيدينا حاجات زيادة. وانا كنت مستغرب كيف يعني انت خلصت المنهج بتاع الجامعه اللي انا درسته في اولى جامعه وقدرت تديني حاجات زياده. فحسيت لا، انا المفروض ابذل مجهود اكبر. انت تقريبا يعني زي اغلب المشاكل اللي احنا لقيناها وسمعناها، اللي انه تفاجأت انه من اول محاضره أو خلصنا كل المنهج اللي انا كنت اعرفه، كل المعلومات. ايوه حرفيا. وبعدين كمان قاعد يقول لك اشياء، يعني انت هل قد جاتك الموقف انه قاعد يقول الدكتور انتوا اخذتوها في ثانوي او اخذتوها مثلا في اي مرحله دراسيه سابقه وتفاجأت انه اصلا انت ما اخذت المعلومه دي؟ ايوه. لا يعني الله يعينه، يعني الحمد لله عدت ذيك الايام. طيب بسألك سؤال، انت واجهت هذه المشكله، طب كيف حليتها؟ يعني ايه المشاكل الثانيه اللي حصلت لك وانت غير انه مثلا الدكتور يقول لك انتوا اخذتوها في ثانوي ولا اخذتوها في جامعه؟ كيف حليت هذه المشكله؟ يعني نبغى نعرف اكثر انت كيف تعاملت مع المشاكل اللي واجهتك، ايه هي المشاكل اللي واجهتك وكيف تعاملت معها؟ والله يعني بعيدا عن صالح، اي انسان لما تلقاه مشكله هيكون عنده حلين. يا اما يقول لا المشكله دي اكبر مني ويرجع، يا اما يحاول بقدر الامكان انه يفتش عن حل. فالحل بتاعي كان انه مفروض اشوف الماتيريال دي. سالت من الطلبه اللي في المراحل اللي فوق لي في اعدادي خاصه، كنت بسال كثير، فاكتشفت انه المناهج كلها مشروحه في يوتيوب. ده غير انها مشروحه في يوتيوب في مصادر كثيره للفهم بتسهل عليك المعلومه، مثلا زي الملازم، واللي هي اصلا حاجه كطالب سوداني الملازم دي حاجه ما متوفره او حاجه يعني كانت جديده علي. ففي البدايه كنت قايل الملازم دي ممكن يكون فيها معلومات مغلوطه،
هي احيانا بيكون فيها معلومات مغلوطه، لكن غالبا هي كانت عباره عن امتحانات قديمه بتخليك تفهم طريقه الامتحان، خاصه وانت طالب جديد في بلد جديده، فطرق الامتحانات مختلفه عن اللي انا كنت متعود عليها. فكره الام سي كيوز والتصحيح الميكانيكي ممكن اقول عليه شنو الكتروني، فحاجه جديده، فكان تجربه غريبه يعني بالنسبه لي. قدرت اتغلب عليها بانني بقدر الامكان احاول القى مصادر متنوعه واذاكر منها. اوكي ما شاء الله تبارك الله. طيب ايه هي المشاكل خارج اطار الدراسه؟ يعني مثلا انت كنت في السودان وجيت مصر، فاكيد في اختلاف كبير بين الدولتين، مع انهم كلهم في يعني بلاد النيل. فبعرف ايه هي المشاكل اللي واجهتك وانت جيت مصر، ايه هي الحاجات اللي حسيتها انت مختلفه؟ صدمت فيها بياكلوا فسيخ. لا يعني عامه والله شوف، انا بشوف انه ردود الافعال عامه مبنيه على انك انت فعلك هو انت بتعمل شنو، فالناس بترد عليك كيف. فلو احترمت نفسك اكيد الناس هتحترمك، ولو حاولت تتعامل بطريقه ما محترمه او طريقه بالنسبه لهم ما محترمه، هم هيكون عليهم رد الفعل يعني. فهي مبنيه على انت افعالك في الاول. اكيد احيانا هتلاقي ناس بيضايقوك من غير سبب، فدي حاجه عاديه لانه كل الناس فيهم الحلو وفيهم الشين، لكن عامه كتجربه يعني كانت لطيفه. الحمد لله. طيب الحين انت خلاص انت في مصر. أيوة. والان باقي لك كم سنه على التخرج ان شاء الله؟ ان شاء الله سنه واحده ان شاء الله. باذن الله باذن الله بالتوفيق ان شاء الله. طيب ابغى منك نصائح لطلاب الان سودانيين يمتحنوا الشهاده السودانيه، او طلاب سودانيين درسوا بنفس وضعك، درسوا في جامعه في السودان ويبغوا يفكروا يحولوا ويدرسوا في جامعه القاهره او في جامعه القاهره كليه هندسه. ايه هي النصائح اللي انت ممكن تديها لهم؟ صراحة يعني عاوز أحب إنني أكون صريح. يعني أنت لو عاوز تكون طالب هنا في جامعة القاهرة، في حاجات كثيرة هتتخلى عنها، أنت شبه هتتخلى عن حياتك. يعني بصراحة كده يعني أنا لاحظت يعني صالح قبل جامعة القاهرة ما نفس صالح بعد جامعة القاهرة. هي حاجة حلوة وحاجة شينة، لكن هي الفكرة إنك بتقدر تتعامل بعد الضغط. حتى هتلاحظ معظم الدكاترة وهم بيقولوا يعني لو حد شكيت قلت له في ضغط عالي، فاقول له انت بعد ما تتخرج هتكون انسان قادر تتعامل مع الضغط. اكيد يعني ما بعد ما تتخرج ما هتلقى مدير شغلك بديك 5 ولا 7 كويزات في يوم واحد، لكن يعني عامه انت المفروض تتعامل وتكون مدرك تماما انه انت هتكون داخل على ضغط. انت في النهايه ده الحياه اللي انت درستها في حياتك الاكاديميه ناقصه، فمسافه متعوض ومسافه ما تحاول تكمل ده مجهود زياده. لكن انت هتلاحظ لما تتقدم في السنين انه فعلا التجربه كانت بتستحق التعب، وكانت بتستحق كل اللي انت عملته. شكرا لك اسلام. الله يسلمك. وسؤال اخير كذا قبل ما ننهي الفيديو، رساله توجهها لاهالي الطلاب اللي بيدرسوا في جامعه القاهره، لانه تعرف انت في النهايه الطالب يكون مثلا حاطي هدف انه مثلا بيدرس جامعه القاهره وشهادته في ثانوي كويس، لكن يتفاجئ انه في اول سنه درجات ما هي احسن حاجه، طبيعي اي بني ادم كذا. فاحيانا الاهل يكون منهم ضغط او رده فعل قد تكون سلبيه، وهم ما يلاحظوا، هم يحسبوا ان رده فعلهم المفترض ان الولد يتحسن، لكن قد تكون سلبيه بالنسبه للشخص. فايش رسالتك للاهالي بشكل عام كذا كختاميه للفيديو؟ رسالتي هتكون بسيطه. يعني الضغط النفسي حرفيا الجامعه ما مقصره فيه، فما في داعي لزياده. فحاولوا تكونوا يعني تحتووهم، ويعني هو اصلا عنده اللي بكفيه، وممكن في البدايه تكون الدرجات سيئه وانت ملاحظه، لو ملاحظه هو بيدرس وملاحظه هو بدي مجهود، فمعناه هو لسه ما متعود او لسه ما لقى طريقه المذاكره الصحيحه. فبدل ما تكون سلبي ممكن توريه طرق مذاكره جديده، او تستشير ناس انت بتعرف ابنائهم بيدرسوا وعملوا حاجه بدون ما تقارن، لانه المقارنه بتهد النفسيات اكثر ما هي مهدوده. وشكرا لك تاني يا اسامه، توفيق لكم. الله يسلمك يا اخ يا باشمهندس صالح. والله خلاص اذا ما معترف بالاخوه. الله يكرمك والله، صراحه سعدنا معاك في الفيديو، وشكرا بحضورك وشرفتنا صراحه جميعا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.